تعالى كده نعرف مع بعض تفاصيل الاوبو A3 من شركة اوبو، امكانياته، تفاصيله، عيوبه، مميزاته، كل اللي يهمك وكل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها على الموبايل A3 من اوبو قبل ما تشتريه. يلا بينا هنفتح العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموبايل هنا بيجي معاه التفاصيل الآتية. ده التليفون طبعا بيجي معاك هنا اول حاجة الكتالوج بتاع الموبايل والضمان اللي جاي من شركة اوبو الخاص بالتليفون. تاني حاجة بيجي معاك الدبوس بتاع بيت الشريحة. وهنا عندك بيجي جراب من البلاستيك اللون الأسود مع علبة الموبايل. كمان هنا بيجي معاك وصلة الشاحن الأصلية مع الشاحن الأصلي بقوة 45 واط، لكن سماعة مفيش. نبدأ كده بشكل التليفون الأول. ده شكل الموبايل من جوه، اللون الأسود، يعني هو يعتبر الشكل بتاعه شيك كده وأنيق شوية. ده شكل الموبايل بعد ما تفتح الجهاز. هقول لك كل مواصفات الموبايل وبعد كده هشرح لك المواصفات بالتفصيل وهقول لك المميزات والعيوب بتاعته. اول حاجه معانا الموبايل بيجي معاك بمعالج سمعني النواه سناب دراجون 6 جن 1 تكنولوجيا 11 نانو. التخزين بيجي منه اصدارين، اصدار 256 مع 8 جيجا رام واصدار 128 مع 6 جيجا رام. شاشة الموبايل بتيجي معاك ب 6 بوصة فاصلة 67 من 100 مع دقة 1604 في 720 بكسل. طبعا بيجي معاك هنا باصدار اندرويد 14، وعندك هنا في الموبايل بطارية بقوة 5100 ملي امبير. طبعا من ناحية الحماية الموبايل طارد لرذاذ الماء والغبار بحماية IP54، حماية عالية جدا ضد الصدمات بشهادة عالية 810 اتش. نوع الشاشة من IPS HD بلس، الخامة بتاعتها كويسة ومحترمة، ولكن كان هيكون من الأفضل إنها تكون سوبر أميلود. يجي معاك بكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، وكان من الأفضل إنها تكون أعلى من كده شوية بالنسبة لسعر الموبايل. طيب إيه الشيء المميز في التليفون ده علشان أروح أشتريه؟ أول ميزة معانا البطارية بقوة 5100 ملي أمبير، تعتبر كويسة جدا في الأداء والاستخدام اليومي. تاني ميزة معانا الشاحن بقوة 45 واط، تعتبر شاحن سريع جدا مقارنة بالشواحن الأقل من كده في نفس الفئة. ثالث ميزة معانا ودي مهمة جدا إنه التليفون مقاوم للصدمات ورذاذ الماء وللغبار بشهادة IP54، وده يعتبر ميزة مهمة جدا في أي موبايل أنت رايح تشتريه. رابع ميزة معانا إن الموبايل بيدعم معاك 2 شريحة وكارت ميموري في نفس الوقت. الميزة الخامسة معانا إن الشاشة سطوعها كويس جدا تحت أشعة الشمس، وكمان بيوصل معدل التحديث ل 90 هرتز، ودي شيء مهم جدا في الموبايل الفئات المتوسطة. طيب عايزين نعرف عيوب الموبايل. إيه العيوب اللي في التليفون أو المشاكل اللي ممكن تقابلك كمستخدم ممكن تخليك تشتري التليفون أو تتغاضى عنه؟ اول عيب معانا كنا بنتمنى ان الشاشه تيجي بدقه اعلى من كده، اتش دي بلس كان هيكون افضل من الاتش دي فقط لا غير. تاني عيب معانا ما فيهوش هنا مايك عازل للضوضاء في الاماكن المزدحمه. رابع عيب معانا المعالج بتاعه يعني في الاستخدام يعتبر مقبول ولكن مش الافضل في الفئه السعريه الخاصه بالتليفون. خامس عيب معانا الكاميرا السيلفي يعتبر مش الافضل في الاداء من حيث سعر وامكانيات الموبايل، 5 ميجا بكسل يعتبر ضعيفه بشكل ما. سادس عيب معانا مش بيدعم الصوت الاستيريو في الموبايل وما بيدعمش خاصيه كمان ال NFC. طيب سعر التليفون كام؟ المساحه ال 128 مع 6 جيجا رام بيعمل حوالي 8250 جنيه، والنسخه ال 256 مع 8 جيجا رام بتعمل حوالي 9350 جنيه. ودي كل التفاصيل والعيوب والامكانيات بتاعه التليفون الاوبو A3، وانت ليك حريه القرار سواء اذا كنت هتشتريه ولا مش تشتريه. لو عايز اي فيديو عن موبايل تاني بالتفصيل اكتب لي في كومنت وانا هعمل لك فيديو عنه. تحياتي ليك، بحبك في الله.